الهم كيضحك. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الإخوة الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صلى الله على سيد المرسلين وأمير الأنبياء. كنتمنى دائما تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة أنتم ووليداتكم وأهاليكم جميع الناس العزاز عليكم. هذا الشيء بطبيعة الحال الناس الأحبة ديالي اللي كيبغيوني وكنبغيهم، ماشي المنبطحين والمدلولين اللي يزيدهم دل فوق دل. وهذا اللي جعلني ندير هذا الفيديو. واخا كنبغيو يعني نتغاضى واحد شويه وما نتكلموش على هذا الموضوع، لكن واحد الفيديو تاع الانتباه ديالي هو اللي جعلني ندير هذا الفيديو. هو بصراحه اتعس القرعي هو عرفناه مسترزق، يعني الناس الاشراف الاحرار المغاربه الاشراف الاحرار هما اللي عارفينه مسترزق. والمهم توصلت لواحد، كنت شاكه، يعني عندي شكوك، هاد البهرجه وهاد الاستقبالات وهاد الحفاوه وهاد الكرم اللي نزل على المغاربه وهاد الحنان اللي نزل عليهم فجاه، كان جايب لي الشك. لكن بهذا الفيديو، هذا واحد الفيديو شفتو ديال هاد خينا اللي غادي تشوفوا الصوره ديالو. هو ما بغيتش نحط الفيديو باش ما يقولكش يقولك عاود نطلع القناه على ظهرو، واخا انا راه ما كتشوفوني غير من فوقاش لفوقاش، ما مسالياش انا كاع على هاد الخزعبيلات. هو اللي خلاني نتاكد ان اتعاس القرعي مسترزق، وطاح على بزاف د المسترزقين. دابا الناس اللي كلهم اللي رحبوا به واستقبلوه، وكلهم اللي استقبلوه في ديوره، واللي مشاو معاه واللي داو واللي جابوه، كلهم عندهم الاغلبيه قنوات، واللي ما عندوش عند حبابهم القنوات، كلشي باغي يسترزق. المهم هو استرزق بالسب ديالنا والشتم ديالنا مع الكراغيله، ومن بعد عاود فاش نقالب رجع كيمدح فينا، عاود تيسترزق، وعاود مشى استرزق، واكل شارب مساري محمم لابس الجلابه والطربوش كلشي فابور. ولكني طاح على مسترزقين كاملين. وهذا الدليل بغيتو تمشيو لان هذا خينا غيسترزق ملي غتمشيو تشوفوا الفيديو ديالو. هذا من الاخوانجي، انت هو عنده قناه، وضحكني بلا ما ندويو على هذاك الفيزازي اللي تا هو مشى ساراه وداك الشيء. وهذاك الفيزازي راه على فكره كان في التيك توك، كان فتح واحد القناه، وكان كيدافع، يعني كيطلعوا عنده الكراغيله وكيسكتهم، وهزينا فيه، رفعنا به زعما انه كيدافع حتى هو على بلادو وهادي وهادي. وكانوا سدوا له القناه، وبقى كيزاوق باش نساعدوا على ولا حل قناه اخرى. وانا بدوري يعني طلبت من المشتركين اللي في قناتي في التيك توك، قلت لهم اشتركوا عند السيد الفيزازي، لكن ما كاينش كيسحبني حتى هو مسترزق. المهم اللي كما قلت لكم الاخوان والاخوات، اللي زاد اكد لي هو هذا المسترزق هذا اخواني. هما كانوا كيقولوا على اتعاس القرعي انه اعلامي وصحافي، رغم انه لا علاقه له لا بالاعلام ولا بالصحافه، ما عندوش بطاقه صحفي ولا اعلامي. لان عمركم شفتوا نتوما اعلامي كيسوق طاكسي اعلامي ولا صحفي كبير يمشي يخدم في شي صحيفه يعني، ولا شي قناه مشهوره، وهذا علاش كيسوق الطاكسي. المهم، وهذا دابا هذا المسترزق الاخر اللي بغى يسترزق تا هو على ظهره في القناه ديالو، زاد له واحد النقيشه، واحد اخر زاد واحد الكراد، زاد له قال له قال لهم باحث صحفي اعلامي وباحث. زادو هو باحث فاش؟ في البسطيله والكسكسو والطنجيه والكرعين اللي كلا في المغرب، فاش باحث. المهم كما قلت لكم انا هادشي ضحكني وبغيت نبارطاجيه معكم حتى نتوما تضحكوا شويه. هو ما كيعرف عليه حتى شي حاجه، قال لك باحث. وشنو الكلمه اللي قال لك؟ راه الجزائريين، يعني نظام الجزائر مفقوس دابا، حيت اسعد الشرعي جا للمغرب ومشى للصحراء. واخا انا
كنعرف ان النظام الكورغولي، النظام الجزائري، اغبى نظام في العالم، وانه يعني مكلخ. ولكن اسعد الشرعي راه بعيد عليهم كل البعد كاع. جا المغرب ما جاش، مشى للصحراء، مشى لطنجة، مشى، ما عنده حتى شي علاقه بهم. علاش غادي يتفقسوا؟ انا بعدا هذا المنطق تيقولوا. ما خصناش نكونوا بحال الكراغيله. ممكن انه يتقلقوا ولا يتفقسوا من والد كبير اللي هو صحفي بصح وجزائري ديال ولد بلادهم، وتيقول الصحراء مغربيه وكيقول الحقائق. ممكن يتفقسوا عليه، ممكن يتفقسوا على الجزائريين اللي عايشين في المغرب وكيصوروا يعني المغرب كيفاش داير وكيفاش هذا، وكيمدحوا في المغرب. اما اتعاس القرعي بعيد يماني، علاش غادي يفقسوهم كاع؟ واخا كيسب ولا كيسبهم ولا كيضحك عليهم، ولا علاش غادي يتفقسوا؟ يعني العقل المنطق كيقول علاش غادي يتفقسوا؟ ما هو رئيس دولة، ما هو مسؤول معروف، ما كيمثل حتى شي حاجة. عروبي بلدي يماني كان ما كيعرفش حتى يلبس حتى السروال مقاد كاين الناس في اليمن. من بعد مشى للخليج ومشى للسعوديه، ومن بعد مشى لقطر، ومشى، المهم الحكايه في راسكم، ومشى لبريطانيا ولا يفهم. وهذاك داك الهضور اللي فيه، داك الفن الكلام اللي عنده كله لقنوه له في قطر، في الجزيره، وهذا الشيء معروف. هذا هو اللي كيكسب. اما ما كيكسب حتى شي حاجه، ما عنده درايه لا بتاريخ ولا بجغرافيا ولا بماتيماتيك ولا بهم يحزنون. قال ضحكني هذا فاش ردوا باحث، قال لك الباحث زاد. ايه هو المشكل، انا اللي جعلني ندير الفيديو واللي كيضحكني مزال كيضحكني، حنا اللي مكفيه علينا القفه وما يسحبناش عندنا كلشي مسترزق، غير اللي جا كيسترزق على ظهر الاخر. دونك هو اعتبر راسو زعما راه قافز واسترزق، ساعه هما لقى شله كبيره مسترزقين على ظهرو. وحنايا مكفيه علينا القفه وجالسين ها المنبطحين المدلولين كيسحبنا ما فيه، هما راهم زعما قافزين. ايوا واش غادي نقول لكم؟ الله يزيدكم دل على دل، الله يزيدكم على دل على دل. ودوك شي وحدين اللي كيجيو يكتبوا لي كيقارنوني انت واش بحالك بحال الدكتور، واش تقارني راسك بحال الدكتور الفلاني، واش انت احسن من الدكتور الفلاني. انا احسن من اي واحد عند راسي. كل واحد عند راسو كيعتبر راسو هو الاحسن. ما تقارنوني لا بالفلاني، الدكتور الفلاني، ولا الدكتور الفلتاني، ما كيهمني حتى شي واحد. انا فاطمه الزهراء عند راسي احسن واحد. الا جات الخير كنكبر بالناس، الا جات الخير كنكبر بالناس اللي كيبغيوني، واللي رجال بصح، واللي عيالات بصح، نساء بصح. اما المدلولين ما كيهمني، واخا يكون من قريض دمياطي، انا ما كيهمنيش. اللي دكتور على مخه، واللي دكتور على راسو. نتوما ما كتعرفوش الشخص، ما كتعرفوش بنادم، ما معاشرينوش وما عارفينوش لا فاش خدام، ولا شنو قاري، ولا شنو ما قاريش، ولا شكون هو. وكتجي واحد شتوه دكتور كتقول واش قارن راسك هذا، واش انت احسن من هذاك؟ زعما هذاك راه ما تيمشيش للمرحاض بحال عباد الله، وما زعما هو راه احسن من الامه كامله. ما تبقاوش تقارنوا هذا بهذا، واش انت احسن من هذا ولا هذا. وخليو على فكره، خليو في التقار الملك في التقار. ما تبقاوش تجبدوا تقولوا واش انت احسن من الملك اللي خلاه. الملك راه ما مساليلكش لهذا الشيء، ما مساليش. ولكن هنا كتبان النقله ديال هذا، لان عندكم تضارب في الافكار. بعض المرات تقولوا بانه هو راه مع التطبيع، وراه هو هضر غير على الملك، وحيت الملك طبع، لان هنايا كتبينوا على انكم ما كيهمكمش الملك، وراكم عاجبكم الحال. جايبين، راني قلتها في الفيديو السابق، قلت انكم كتعطيو الصبع من تحت الجلابه، ما قدرتوش تقولوا لا للتطبيع، جبتوا زعما ضد في الملك اسعد الشرعي باش يقول عليكم انه ما باغيش التطبيع.
وفي نفس الوقت عاود كتوليو تقولوا ايوا الملك راه كريم يمد دائما يدو ممدوده، دائما واخا الناس كيديروا فيه الشر، واخا الكراغيله كيديروا كيمد لهم. شنو هذا النفاق اللي فيكم؟ شنو هاد التضارب عندكم؟ وليتو كتجيوني كتشبهوا الكراغيله، والله العظيم الا وليتو بحالكم بحالهم، ما كاينش الفرق ما بينكم وبينهم، وليتو بحال فوله وتقسمات على جوج. المهم على كلين الحمد لله اللي عرفنا. شتي هذا اتعس القرعي كان هو الغربال اللي غربل. شكون هما الرجال بصح وشكون هما النساء بصح؟ خطيونا وديك الحقه، واش نتوما وطنيين اكثر من الوطنيه؟ واش نتوما راه ما عندهاش، ولا نتوما كتفهموا السياسه راه ما عندهاش علاقه بالسياسه. هاد المساله هذه اما تبقاو حيدوا من راسكم، ما تبقاوش تسبوا عباد الله، وانتي سيري ديري وانتي سيري وما كتعرفيش السياسه. ما عندهاش علاقه بعدا بالسياسه، هذه راه عندها علاقه بالشرف والكرامه والاخلاق. لان كتسميوه ضيف وانتم كرام، الناس كتكرم الضيف. الضيف اللي كيكون ذو اخلاق وتعامل معاك مزيان وكتستضفو عندك، وفاش كيجي عندك ضيف كتكرمو، ماشي كتكرمو عديم الاخلاق وعديم الشرف وعديم التربيه. لان الناس العقال والناس المربين والناس المأصلين ولاد الاصل تيعرفوا شكون هو اللي نقدروا نتسامحوا معاه ونصادفوه، شكون هو اللي كيكون غلط زله لسان بكلمه وحده، ماشي انه 100 فيديو هو كيخرج وهو كيسب ومخلي دوك الفيديوهات كيطلع بهم المشاهدات وكيربح بهم الاموال، ما حدفهمش. فهمتوا؟ الناس كتستضيف شي واحد الى زلت لسان، كانت تيتغن مع شي واحد وغلط بشي كلمه ولا طلب المسامحه، ماشي السيد دافع عليكم كبير وكيشوف فيكم بحال زعما عرفتوا هو دابا شنو كيشوف فيكم. الناس اللي ما فهموش الميساج دابا هو كيعتبروا راسهم راه المغرب برابره وهما زعما راه هما العرب. شي وحده يقول لي حقا راه ماشي امازيغيه وماشي الماسوسيه، ماش لها عربيه ابا على الجد، ولكن هاد التقليل من شان المغاربه ما كنحملوش، لانني انا كنعتبر راسي مغربيه، ما كنقول لا عربيه ولا امازيغيه، مغربيه. ولكن هو عنده فاش داك السيد المغربي اللي كيقول له خصك تعتذر، وهو كينفخ ريشاتو بحال ما نعرف شكون هو في ملك الله. هو معتبركم بحال زعما نتوما بربر، وزعما هو عربي بحال زايد عليكم شي ضلعه، وانتم جالسين الاخرين زعما ما عطاوش كاع قيمه لخوهم اللي كيقول له اعتذر، وكيعنقوا فيه يقولوا له كل واحد يقول له اللي جيت عندك من بلجيكا، اللي جيت عندك من مراكش، اللي جيت عندك من هنا، جايين تستبركوا به. جاب لي الله بحال كيداوي على على شي حاجه وجايين طلبوا البركه ديالو. الله ينعل اللي ما يحشم. لا حول والله انا راه كنبارطاجي هادشي مع خوتي اللي فاهميني. اما المدلولين طحتوا طحت قيمتكم، ما بقيتوا تسواو عندي بصله خامجه. حاشا خوتي، فهمتيو؟ حنا ولاد الاصل ومأصلين، وسنعرفوا مع من شكون هو نكرموه وشكون هو اللي نتسامحوا معاه. واللي ولد الاصل ما تيسبش الناس ما داروا له حتى شي حاجه، اللي متخلق ومربي ورباه والديه تربيه حسنه، عمرنا ما تطاولنا على شي حد ما دار لنا حتى شي حاجه، وما خطا في حقنا، ما غلط حتى في شي حاجه ضدنا ونسبوه بدون سبب. هذيك الوقاحه والبجاحه ديال قلال التربيه وقلال الاخلاق، ومازالين غنهضروا عليه حتى لاخر يوم في العمر ديالنا، على هذاك الجرثومه، هذاك الجحش، هذاك اللي طاول على المغاربه وطاول على الملك ديالنا. راه واخا ما نعرفش شنو فين ما درتوه ولا فين ما حطيتوه، انا عرفتكم مسترزقين باش تطلعوا كلكم القنوات ديالكم وباش تربحوا الفلوس، كلهم هذوك اللي صادفوه كلهم عندهم علاقات بالقنوات، بقى كيظهر حتى الناس اللي بالحي ولاو حتى هما ما عندهم غرض. هنا كما قلت لكم الغربال اللي غربال، كل واحد بان على حقيقته وعلاش داير داك الشيء، ولا غير الدولار هو اللي كيسوى. والله يخلي لنا في صباغتنا، الهلا يقتل فينا نفس.
الله يخلي الا ما فاهمينش في السياسه خليونا ما فاهمينش السياسه، ولكن عندنا كرامه وعندنا شرف، وما كنرضاوش بشي واحد اللي يدلنا نزطموا عليه ونحكوه. ولكن اللي جانا الخير وقال فينا كلام الخير نحطوه حنايا هنا ونعسو في الارض ونعطيوه البلاصه المخيره، نجلسوا بالجوع ونعطيوه اللقمه اللي عندنا. ولكن اللي جا يقفز علينا ويجي يقول بنا ما كنتقولبوش. حنايا الاحرار الاشراف ماشي المدلولين. اخوان الاخوات تبارك الله عليكم، والى فيديو قادم ان شاء الله. وعذروني يلا ضحكت لان والله الا النهار كله وانا كنتفكر داك الشخص اللي زادوا الكراد وردوا باحث، وانا كنموت بالضحك، كنقول كاع وصلت بهم الاسترزاق لهاد الدرجه. اي والله يدومها حلال، الله يدوم عليكم الدولار. حسدناكم نحسدكم على خلاها. مع السلامه، الى فيديو قادم ان شاء الله. شكرا.